تكملة للنقطة اللي فاتت فيما يخص حكاية ممارسة الرياضة في كل الأوقات، صيف شتاء أو أيام الدراسة وأيام الأجازة. خلينا نقول بس حاجة تانية كده بقى بشكل عام على حكاية برضو ممارسة الرياضة. على فكرة حتى البيرنتس بيبقى فيه benefit من ممارسة أولادهم للرياضة. طبعا الطفل من الناحية السوشيال أو من الناحية الاجتماعية بيبقى أفضل كتير، لأن هو في الأغلب حتى لو الألعاب فردية مش ألعاب جماعية ساعات بتبقى ممارستها داخل مجموعة، بيلعبوا مع بعض، بيلعبوا قدام بعض، فده بيحسن طبعا الجزء الاجتماعي عند اللاعب بشكل عام سواء كان في أي مرحلة عمرية. السوشيال ريليشن شيبس في دايما بيبقى الكوميونتي، يعني في ناس بيجمعهم شيء مشترك ان ولادهم بيلعبوا نفس الرياضة مثلا، فتلاقي البيرنتس نفسهم بيتقابلوا مع بعض ويبتدوا يعملوا سوشيال ريليشن شيبس او علاقات اجتماعية جيدة ويبقى ليهم اصدقاء، وتلاقي البيرنتس نفسهم بقى مثلا مروحهم للمكان الرياضي مش متعة لاولادهم فقط، ليهم هم شخصيا، لانه بقى عاملين كده كوميونتي، يعني في كوميونتي بيتقابلوا مع بعض، بيكلموا بعض، بقى فيه اهتمام موحد ما بينهم، بيهتموا بلعبة معينة بشيء معين. فحتى من ناحية السوشيال الموضوع ده جميل جدا. رأي أخير بس مش بتكلم على ان انا ملتزمة نفسي بالفكرة دي ولا لا، لكن بصراحة ان انا دايما مقتنعة بفكرتين برضو في حكاية ممارسة الرياضة. اي حاجة بيبقى ليها خلينا نقول يعني two side effects، تأثيرين. الحاجة الرياضة طبعا إيجابية، تأثيرها إيجابي، ولكن لابد أن يتم ممارستها بشكل صحيح عشان لا قدر الله ما تقلبش الحاجة سلبية. أي شخص بيلعب رياضة المفروض أن هو يروح يعمل ميديكال إكزام، طبعا فحص طبي، يتأكد من الطبيب أن هو صحيا مؤهل أن هو يمارس الرياضة والنوع ده بالذات من الرياضة، لأن في نوعين من الرياضات، في رياضات هوائية ورياضات هوائية، وفي رياضات بتبقى أشد من رياضات أخرى، يعني ليه فيها ضغط على القلب أكتر، فيها ضغط على الفيتال بودي اورجنز او اعضاء الجسم الحيويه اكتر. الالعاب اللي فيها شده وفيها احمال عاليه او فيها سرعات شديده، فممكن واحد يكون في رياضه انسب ليه من رياضه اخرى. يعني في واحد ممكن يكون انسب ليه رياضه المشي فقط، في يعني مش محبذ ان هو يجري، وفي شخص تاني لا اوكي ممكن يجري. المراحل العمريه بتختلف، يعني في ناس ساعات مثلا اشوفهم يلعبوا رياضه في مرحله عمريه بشكل شديد، يعني ممكن يبقى فيه قلق عليهم، اللي هو لا يعني في مرحلة عمرية معينة ممكن يكون رياضة المشي هي الأفضل من الجري، ممكن يكون رياضة ان الواحد يقعد لمدة ساعتين يلعب كده غلط. فده بس رأي آخر كده، انه الأفضل انه دايما الرياضي أو الشخص اللي حابب يكمل رياضة ان هو دايما يستشير طبيب في ايه أفضل نوع رياضي أنا جسمي يتحمل ممارسة الرياضة بشكل عام، وأني نوع من أنواع الرياضة، وحسب المرحلة العمرية وحسب الحالة الصحية. شكرا لكم.